من وطن الكرامة. أهلا بكم في نشرة إخبارية من قناة وطن الكرامة، ونبدأها بالعناوين. الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا تحمل المجتمع الدولي مسؤولية ما يتعرض له المدنيون. الوافي والشهيبي يحذران مجلس النواب من عدم وضوح مسودة الحوار الأخيرة. والأمن التركي يلقي القبض على مسلحين إطلاق النار على قصر ظلمة بهشة في اسطنبول. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أكد الناطق باسم غرفة عمليات عمر المختار عبد الكريم صبرا انسحاب مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي من وادي عين درنا إثر قيام القوات العربية المسلحة الليبية بعملية تمشيط بالمنطقة التي كان يستخدمها مرتزقة التنظيم الإرهابي كقاعدة لعملياتهم الإجرامية. أعلن تنظيم داعش الإرهابي عن تواجد هشام العشماوي بليبيا ضمن صفوف المقاتلين للتنظيم الإرهابي في درنا، وهو المتهم الأبرز في واقعة اغتيال النائب العام المصري المستشار هشام بركات. ونشر التنظيم الإرهابي على حساب ما يدعى مفتيه في ليبيا أبو عمر البرقاوي نشر صورة العشماوي وبياناته، وكتب تحتها عبارة مطلوب قتله بسبب محاربته ضمن ميليشيات مجلس شورى درنا الموالية لتنظيم القاعدة الإرهابية، والذي يحارب توسعات داعش في المدن الليبية حسب زعم الأخير. تعرض مؤسسو حراك لا للتجديد لمحاولة اغتيال في بنغازي على يد مجهولين. وقال مؤسس الحراك وهم سلم المنفي وأحمد العريبي وأمل صوان ونوح الحبوني أطلقوا تظاهرة من مدينة طبرق في 8 أغسطس الجاري للمطالبة بعدم تمديد فترة مجلس النواب وإجراء انتخاب مباشر من الشعب لرئيس البلاد. أصيب 3 فنيين من شركة الكهرباء بجروح جراء انفجار لغم بشاحنتهم في المحطة الغازية للكهرباء بمدينة الكفرة. وقال الناطق باسم مجلس الكفرة البلدي مصطفى لوجلي إن اللغم انفجر أثناء دخول العمال إلى المحطة بسيارتهم للقيام بصيانتها، مشيرا إلى أن الانفجار أسفر عن احتراق السيارة أيضا. يذكر أن المحطة كانت تحت سيطرة مجموعات إرهابية عمدت إلى إعطالها، مما أدى إلى غرق المدينة في الظلام لفترة طويلة. حمل مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد عبد الحكيم حمل المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان المسؤولية تجاه جرائم الذبح والقتل التي يتعرض لها المدنيون، وعليه طلبهم بتحمل مسؤولياتهم إزاء تردي الأوضاع الأمنية في ليبيا عامة وسرت خاصة على يد تنظيم داعش الإرهابية، مضيفا أن المجتمع الدولي بأسره يتحمل مسؤولية الفوضى العارمة التي تشهدها ليبيا حاليا. قام جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طبرق بترحيل 95 مهاجرا مصري الجنسية عبر منفذ مساعد السلوم. وقال الناطق باسم قسم الهجرة غير الشرعية وليد العرفي أن المهاجرين ضبطوا في الصحراء الليبية أثناء دخولهم البلاد بطريقة غير مشروعة، مشيرا إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم. وأوضح العرفي أن المهاجرين نقلوا من مركز اللواء على الحدود مع مصر، ثم تم ترحيلهم عبر منفذ السلوم البرية نظرا لقرب الحدود من مدينة طبرق.
واستمرارا لمسلسل التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي الليبي، اقترح عضو مجلس الشيوخ الإيطالي لوتشي مالان حل مشكلة الهجرة غير الشرعية عبر تحسين أوضاع المهاجرين في بلدانهم الأصلية على حد زعمه. وقال مالان إن معالجة الهجرة تتم عبر إبرام اتفاقيات اقتصادية مع البلدان المصدرة للهجرة من دول ساحل شمال إفريقيا وجنوب الصحراء لتحسين الأوضاع المعيشية لمواطنيها، مضيفا أن أعداد المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا كانت أقل ب3 أو 4 مرات مما هي عليه اليوم. نشرتنا مستمرة وفيها أيضا الأمين العام المساعد لرئيس قطاع الأعلام والاتصال بالجامعة العربية تؤكد على أهمية بيان أمس. First of all, I count on the international team to play. ICE has been very explicit about it. مرحبا بكم من جديد. أوضح وزير الخارجية محمد الدايري أن الحكومة لن تطالب بدخول قوات عربية برية على الأراضي الليبية لمحاربة الإرهاب، بينما طالبت بتوجيه ضربات جوية فقط لمساندة سلاح الجو بالقوات المسلحة العربية الليبية في بحر التنظيمات الإرهابية. وأكد الدايري خلال مقابلة تلفزيونية وجود إرادة سياسية عربية لدعم ليبيا في مواجهة تنظيم داعش الإرهابية، مشيرا إلى أن مجلس الدفاع العربي المشترك سينعقد الأسبوع القادم لإنشاء قوة عربية مشتركة. وبشأن الحوار الأممي بين الأطراف الليبية، أكد الدايري أن أحد الثوابت التي قام عليها الحوار هو ضرورة مكافحة الإرهاب، لافتا إلى أن التوافق الوطني لا يمكن أن يضم جماعة أنصار الشريعة المصنفة على قائمة الإرهاب. اعتبرت الحكومة المؤقتة القرار الصادر عن الجامعة العربية أمس بشأن تطور الأوضاع في ليبيا بمثابة استجابة لتطلعات الشعب الليبي، وأعربت الحكومة في بيان لها عن ترحيبها بالقرار وامتنانها للدول العربية لمساندتها الشرعية المتمثلة في مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنها. هذا وقد أكد مجلس الجامعة تضامنه مع الشعب الليبي، داعيا المجتمع الدولي للبت في الطلبات التي تقدمت بها الحكومة. قالت الأمين العام المساعد لرئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية السفيرة هيفا أبو غزالة إن بيان مجلس جامعة الدول العربية الصادر أمس حول الأزمة الليبية أكد على بعض النقاط الهامة مثل أهمية احترام وحدة ليبيا وسلامة أراضيها. وأضافت هيفا أبو غزالة أن البيان أكد أيضا على تقديم الدعم الإنساني للشعب الليبي ودعم الحوار السياسي تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وأوضحت أبو غزالة أن البيان حث الدول العربية على ضرورة دعم الحكومة الشرعية بشكل كامل وتطبيق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن. طالب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد بتحرك عربي جماعي لدعم ليبيا، موضحا أن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابية يجب ألا ينحصر دوره في العراق أو سوريا فقط، وإنما يجب أن يمتد أيضا إلى ليبيا. وأضاف أبو زيد أن هناك احتياجا لبلورة استراتيجية عربية لدعم ليبيا عسكريا بالتوازي مع أهمية تشكيل وحدة وطنية ليبية في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا كاملا بين مصر وليبيا في إطار تحركات الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإعادة الاستقرار بليبيا. وشدد على أنه لا يمكن استمرار حظر تسليح القوات العربية المسلحة الليبية انتظارا لتشكيل حكومة وفاق وطنية.
أرسل عضو الحوار الوطني عن المستقلين الشريف الوافي وتوفيق الشهيبي رسالة إلى مجلس النواب علق فيها على المسودة الرابعة من الحوار الوطني، محذرين من العودة إلى المربع الأول وخطف الوطن من قبل الأحزاب المنبوذة بحسب تعبيرهم. وأشارت الرسالة إلى مجموعة من النقاط، من بينها عدم الإشارة إلى المسودة إلى آلية تشكيل المجلس الرئاسي ولا كيفية اختيار الوزراء، كما تجاهلت المسودة وفقا للرسالة رفض اختيار أحد أطراف الحوار أو أقاربه من الدرجة الثانية في الرئاسة أو الحكومة، بالإضافة إلى مزدوج الجنسية وشخصيات الجدلية، فضلا عن عدم الأخذ ببعض المقترحات التي تقدم بها مجلس النواب. ولا زلنا في ليبيا، حيث أدانت الحكومة المؤقتة بأشد العبارات الاعتداءات التي طالت سفارتي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بالعاصمة اليمنية صنعاء. وعبرت الحكومة عن وقوفها وتضامنها مع الدولتين الشقيقتين، مؤكدة أن مثل هذه الأعمال مرفوضة وتعتبرها انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقوانين التي تنظم التمثيل الدبلوماسي. ويأتي ذلك عقب إدانة الخارجية الإماراتية احتلال مسلح جماعة الحوثي الانقلابية مقر سفارتها في صنعاء، مطالبة بضرورة إخلاء مقر السفارة فورا وإعادة تسليمها إلى موظفيها. أعلن الناطق باسم وزارة الصحة أحمد العليقي تعذر وصول طاقم طبي أمريكي إلى البلاد من أجل إجراء جراحات في القلب، نظرا لعدم موافقة وزارة المالية على منحهم رسوم تذاكر السفر الخاصة بالفريق. وأوضح العليقي أن وزارة الصحة خاطبت عدة مرات وزارة المالية من أجل دفع الرسوم دون جدوى، مشيرا إلى أن الفريق الطبي الأمريكي لا يكلف خزينة الدولة سوى قيمة تذاكر سفرهم فقط، حيث يقومون بإجراء العمليات في المستشفيات الليبية بشكل مجاني. بحثت وزارة الصحة مع مجلس شحات البلدي آلية تركيب وتجهيز مستشفى ميداني بمنطقة قرنادة جنوب المدينة. وقال مدير المكتب الإعلامي للمجلس عبد الباسط شعيب إن وزارة الصحة أرسلت طاقما طبيا إضافيا للعمل بالمستشفى، على أن يتم البدء خلال الفترة القادمة في تجهيز وتركيب الأجهزة والمعدات الخاصة بالمستشفى. وأضاف شعيب أن عميد البلدية أكد دعمه الكامل للمستشفى، معتبرا أن هذه الخطوة هي بداية لتوطين وتوجيه الإمكانيات للعلاج داخل ليبيا وإنهاء المعاناة الدائمة التي يعانيها جرحى الحرب. ناقش عميد بلدية سبا حامد الخيالي مع رؤساء المجالس المحلية للمحلات التابعة للبلديات ناقشوا المبادرة المقدمة من المجلس البلدية من أجل إنشاء تجمع شباب الجنوب. وقال الخيالي عقب الاجتماع الذي عقد بقاعة المجلس البلدية إن الهدف من المبادرة هو حلحلة المواضيع المستعصية بالجنوب مثل تفشي الجريمة بكل أنواعها، مضيفا أن المبادرة تهدف كذلك إلى تشجيع الشباب وحثهم على المساهمة في المقاومة والقضاء على ظاهرة تفشي وانتشار المخدرات في أوساطهم، فضلا عن المساهمة في الحد من الهجرة غير الشرعية إلى جانب محاربة الظواهر الهدامة الاجتماعية والاقتصادية. افتتح المركز الصحي سيدي يونس بأمس بحضور رئيس لجنة الأزمة ببنغازي عبد النبي الرابحي ومدير المركز عبد الحميد عيسى الفارسي، بالإضافة إلى موظفين من مجلس بنغازي البلدية. وأوضح الفارسي أن الافتتاح تم بفضل جهود أهل المنطقة الذين قاموا بأعمال الصيانة للمبنى بالكامل وتجهيزه بمساعدة رئيس لجنة الأزمة ببنغازي وتشجيع مدير الشؤون الإدارية والمالية بإدارة الخدمات الصحية ببنغازي. وأشار الفارسي إلى أن التخصصات المتوفرة مبدئيا بالمركز هي الإسعافات الأولية وعيادات الباطنة وأمراض النساء والأمومة والطفولة وتطعيمات الأطفال والأسنان.
طالب مجلس الرزم البلدي وزارة الاتصالات باتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة لإعادة الاتصالات إلى المناطق الممتدة ما بين مدينتي طبرق ودرنا. وقال وكيل ديوان البلدية هارون الميهوب أنه تمت مخاطبة كل الجهات المختصة بالخصوص دون أي استجابة، مضيفا أن أهالي البلدية تبينوا مرور قوافل من الهجرة غير الشرعية بالإضافة إلى مرور عناصر من تنظيم داعش الإرهابية، ولكن انقطاع الاتصالات عرقل عملية التبليغ عنهم. نشرتنا مستمرة وفيها أيضا تظاهرات داعمة للإصلاحات السياسية في العراق تهدد باللجوء للسلاح حال وقفها. مرحبا بكم مرة أخرى. أعلن الجيش العراقي مقتل العشرات من تنظيم داعش الإرهابي في الرمادي، مؤكدا تقدم القوات الأمنية نحو مركز المدينة، فيما أعلن المتحدث باسم محافظة الأنبار حكمة سليمان تحرير مبنى مديرية المرور العامة للمحافظة وحي الزيتون غرب الرمادي. معركة تكسب هنا وأخرى تخسر هناك، تقدم من زاوية وانتكاسة من أخرى. هذا هو حال الجيش العراقي المدعوم بالحشد الشعبي الذي يخوض حربا لاستعادة محافظة الأنبار أكبر المحافظات العراقية من قبضة تنظيم داعش الإرهابي. فالعمليات العسكرية تتصاعد وتيرتها هذه الأيام مع تقدم القوات العراقية في المحافظة التي اكتسبت روحا جديدة باستعادة السيطرة على عدة مناطق والتقدم باتجاه تحرير مناطق أخرى. وزارة الدفاع العراقية أعلنت أن القوات العسكرية استطاعت تحرير مديرية المرور العامة وحي الزيتون القريب منها في منطقة 5 كيلوات غرب مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار بعد معارك أدت لمقتل وإصابة العديد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي. كما استطاعت القوات الأمنية دخول منطقة الملعب وشارع 20 وسط الرمادي. في هذه الأثناء قتل نحو 25 عنصرا من الجيش العراقي والحشد الشعبي، وأصيب نحو 30 في هجمات لتنظيم داعش الإرهابي شمال شرق الرمادي. كما قتل العشرات من التنظيم الإرهابي خلال معارك دامية قرب مدينة بيجي بمحافظة صلاح الدين. إلى جانب المعركة ضد الإرهاب الذي يفتك بالشارع العراقي، برزت مواجهة أخرى خلال الأيام الماضية، ألا وهي محاربة الفساد المستشري. فقد تواصلت الاحتجاجات في العراق للمطالبة باستمرار الإصلاح ومحاكمة الفاسدين، وهدد المحتجون بتحويل التظاهرة السلمية إلى مسلحة في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، في حين لوح البعض بتحويل التظاهرات إلى اعتصام. قائد الحملة ضد الفساد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أكد خلال ترأسه الجلسة الأولى للحكومة العراقية بعد التقليص أن الإجراءات المتخذة لتقليص عدد الوزارات ودمج بعضها بالبعض الآخر وإلغاء المناصب هي من أجل تقليل الترهل في مرافق الدولة وجعلها أكثر فاعلية، متعهدا بالمضي قدما في الإجراءات والحزم الإصلاحية.
استعاد الجيش السوري السيطرة على قرى عدة في منطقة سهل الغاب بمحافظة حما وسط البلاد. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الجيش السوري بدعم من حزب الله ومجموعات أخرى موالية له استعاد السيطرة على قرى ناقوس وزيارة وتل واسط ومنصورة في سهل الغاب بعدما سقط قبل أسبوعين في أيدي فصائل معارضة. قتل 10 أشخاص على الأقل إثر هجوم انتحاري استهدف مقر قوات الأمن الكردية شمالي شرقي سوريا. واستهدف الهجوم الذي وقع في مدينة القمشلي مكتب قوات الأساش، وهي قوات معنية بالأمن الداخلي شكلتها الإدارة الكردية شمالي سوريا. ويتقاسم الأكراد والحكومة السورية السيطرة على المدينة التي شهدت تفجيرات عدة العام الحالي. أعلنت المقاومة الشعبية سيطرتها على عدد من المواقع الجديدة في محافظة تعز، ومع تصاعد زخم انتصارات كبيرة وهامة في الجنوب والوسط. أعلنت المقاومة الجنوبية استعدادها للمشاركة في عملية تحرير البلاد من الانقلابيين، خاصة بعد الاقتراب من العاصمة صنعاء. في تطورات متسارعة حققت المقاومة الشعبية اليمنية والجيش الموالي للشرعية انتصارات متلاحقة على الأرض، وأعلنت خلال الأيام الماضية تحرير عدد من المناطق اليمنية من يد ميليشيا الحوثي التي يبدو أنها في طريقها للانهيار بذات السرعة التي استحوذت فيها على السلطة بقوة السلاح، مع تصاعد زخم المقاومة الشعبية والجيش الوطني بعد تحقيق انتصارات كبيرة وهامة في الجنوب والوسط والاقتراب من العاصمة اليمنية صنعاء. أكدت قيادات بارزة في المقاومة الجنوبية ترحيبها بالمشاركة في تحرير شمال البلاد، وفي مقدمتها العاصمة صنعاء من قبضة المتمردين الحوثيين. فعقد المحافظات الشمالية بدأ ينفرط من بين يدي ميليشيات الحوثي بوتيرة متسارعة أكثر مما كان عليه الحال عند تحرير محافظات الجنوب. ومن جانبها أرسلت قوات التحالف العربي تعزيزات ضخمة لإسناد المقاومة الشعبية وقوات الجيش في جبهة مكيراس وعقبة الثرة التابعة لمحافظة البيضاء. الانتصارات تتوالى ورجالات المقاومة الشعبية اليمنية يواصلون تقدمهم في جبهات القتال ضد الانقلابيين، مسيطرين على مواقع جديدة تابعة لهم بمحافظة تعز جنوبي العاصمة صنعاء، من بينها تطهير مناطق الجحمليات العليا وموقع ثعبات الاستراتيجي جنوب شرق المدينة، وكذلك المناطق المحاذية لموقع الدفاع الجوي شمال المدينة بعد اشتباكات عنيفة مع مسلح الحوثي والقوات الموالية لهم. إلا أن الأوضاع المأساوية التي تمر بها البلاد تستدعي سرعة التحرير حتى يتسنى إعادة بنائها من جديد. فتقرير صادر عن منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة حذر من خطورة الأوضاع التي يعيشها الأطفال في اليمن، مؤكدا مقتل نحو 400 طفل وجرح أكثر من 600 منذ مارس الماضي، بينما تم تجنيد 400 آخرين للقتال، فضلا عن نقص الغذاء والدواء وتفشي الأمراض، ما يضع البلاد المنكوبة في حاجة ماسة إلى سرعة الحسم ووصول المساعدات الإنسانية. اقتحمت القوات المسلحة المصرية معاقل للإرهابيين في مناطق متفرقة جنوب الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء. وقال المصدر أمني أن قوات الأمن قتلت وأصابت عددا من العناصر الإرهابية، كما ألقت القبض على مشتبه بهم. وأكد أن الحملات الأمنية تتواصل على مدار الساعة لتعقب الإرهابيين وضبط المطلوبين أمنيا، لافتا إلى أن نتائج العملية ستعلن لاحقا في بيان رسمي. لوحت الولايات المتحدة وبريطانيا بفرض عقوبات على حكومة جنوب السودان بسبب رفضها التوقيع على اتفاق سلام مع المتمردين، فيما يدرس مجلس الأمن الدولي خطوته المقبلة لإنهاء الحرب الأهلية الدائرة هناك، في وقت اعتبرت حكومة جوبا مشروع اتفاق السلام استسلاما. 20 شهرا من الصراع المسلح المستمر، قتلى بالآلاف ونزوح بالملايين. تلك هي جنوب السودان، تلك الدولة التي عادت إلى واجهة الأحداث الدولية مجددا بعدما انتهت المهلة المحددة للتوصل لاتفاق سلام بين الحكومة والمتمردين في الدولة الوليدة، وهو ما يهدد بفرض عقوبات دولية على جوبا التي مزقتها الحرب الأهلية. رئيس دولة جنوب السودان سيلفا كير ميارديت عاد إلى جوبا دون
والتوقيع على اتفاق سلام في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا كان وقد وقعه نائبه سابقا زعيم المتمردين حاليا رياك مشار إلى جانب بقنامون زعيم حزب الحركة الشعبية الذي انقلب على سيلفا كير ثم مشار لتصبح البلاد مقسمة ل3 جبهات. من جانب سيلفا كير في أول تصريح له عقب وصوله جوبا قال إن انشقاقا وقع أخيرا في صفوف قوات المعارضة المسلحة جعل إبرام اتفاق سلام أمرا صعبا لأن مائدة المفاوضات لن تجمع كل الأطراف. بدوره أكد ممثل مجموعة الإيجاد الأفريقية التي تتوسط في المفاوضات سيوم مسفين أن الوفد الحكومي أبدى تحفظات على الاتفاق وطلب 15 يوما لإجراء مشاورات قبل العودة وتوقيعه، مؤكدا أنه سيحتكم إلى شعب الجنوب في اتخاذ قرار التوقيع على اتفاق سلام أديس أبابا. في وقت طلبت أوغندا الفصائل المتنازعة في جوبا بتنحية مصالحها الشخصية جانبا وإبرام اتفاق سلام ينهي الاشتباكات والقتل العشوائي بينها. في هذه الأثناء لوحت الولايات المتحدة وعدة دول غربية بفرض عقوبات على حكومة جنوب السودان بسبب رفضها التوقيع على اتفاق سلام، بينما حذر الاتحاد الأوروبي من أن الوضع لن يستمر على ما هو عليه في وقت يدرس مجلس الأمن الدولي خطوته المقبلة لإنهاء الحرب الأهلية الدائرة هناك. قتل 8 جنود أتراك في تفجير وقع جنوب شرقي تركيا. وفي سياق آخر ألقت قوات الأمن التركية القبض على مسلحين أطلقوا النار على قصر دمبهشة في اسطنبول مقر إقامة رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو. من جانبه قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حياته وعائلته معرضة للخطر من قبل معارضين له قبيل الاعتداء بساعات. أصدر تنظيم داعش الإرهابي مقطعا مصورا بعنوان رسالة إلى تركيا هدد خلاله حكومة أنقرة بالانتقام. وضع التنظيم أنصاره إلى غزو تركيا وفتح اسطنبول داعيا الشعب التركي إلى الثورة ضد أردوغان واصفا إياه بشيطان أمريكا الأصغر. طفلها المدلل التي كانت تحتضنه بالأمس وترعاه يكبر اليوم ويصبح وحشا يقف على أعقاب دارها يحدق لينتهز الفرصة للانقضاض على فرسته التي مدت له يد العون من قبل لتدمير جيرانها من أجل تحقيق مصالحها، فلا يحيق المكر السيء إلا بأهله. Hain Tağut Erdoğan Türkiye'yi ırkçı PKK'lılara ve Haçlılara sattı. Türkiye topraklarını PKK ve PKK'nın dostları olan Özgür Suriye ordusuna açarak Şam topraklarındaki Müslümanların katledilmesine sebep oldu. Emriyle hain Erdoğan'ın gece gündüz Haçlılara teslim etmek için mücadele ettiği İstanbul'u fethedelim. غزو القسطنطينية أضحى على الأبواب وتسليم الخائن أردوغان بات وشيكا. هذا ما جاء على لسان أحد مسلح تنظيم داعش الإرهابي الذي ظهر في أحد مقاطع الفيديو يهدد وينذر بما أسماه الفتح القريب لإسطنبول لينقلب السحر على الساحر وتبدأ مرحلة جديدة في تركيا تذوق فيها مرارة الإرهاب الغاشم الذي يدور ويصور في البلاد ليأتي الدور على أنقرة الراعي الرسمي له. فتحت قاعدة إنجرليك التركية أمام قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق وسوريا، فجن جنون التنظيم الإرهابي حيث مثلت تلك الخطوات تحولا كبيرا في سياسة أنقرة بعد أن ظلت ترفض على مدى سنوات الاطلاع بالدور الرئيسي في الحرب على مقاتلي داعش الواقفين على حدودها، إلى أن أحست بأن الخطر يداهمها وعليها التحرك سريعا. حاملا للبندقية وبلغة تركية اتهم أحد الظاهرين بالفيديو الرئيس التركي أردوغان ببيع البلاد للصليبيين، واصفا إياه بالكافر للسماح للولايات المتحدة باستخدام القواعد التركية لمقاتلة التنظيم لمجرد الاحتفاظ بمنصبه، داعين الشعب التركي إلى ضرورة التمرد والانتفاضة. والآن نستعرض معكم آخر مستجدات الحالة الجوية على كافة أنحاء البلاد من خلال بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على المدن الليبية بل وعلى عدد من العواصم العربية والعالمية.
ختام النشرة وإليكم تذكرة بأهم ما جاء بها من عناوين. الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا تحمل المجتمع الدولي مسؤولية ما يتعرض له المدنيون. الوافي والشهيبي يحذران مجلس النواب من عدم وضوح مسودة الحوار الأخيرة. والأمن التركي يلقي القبض على مسلحين أطلق النار على قسم دولما باشا في اسطنبول. مشاهدينا، ختام النشرة. للمزيد من الأخبار يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني وطن الكرامة .tv أو متابعة حساباتنا على فيسبوك وتويتر ويوتيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.